الحياة مش عملية حسابية 1+1=2، لا، ده بحساباتك انت. بحسابات ربنا سبحانه وتعالى ممكن يساوي 3 وممكن يساوي مليون، عادي جدا. ياما حاجات جرينا وراها سنين ولما خدناها طلعت عينينا، وياما حاجات جرينا منها وعرفنا بعد كده ان هي اللي فيها الخير كله. طب ايه العمل؟ انا اقول لك، لو انت رايح تزور واحد صاحبك وهتقابله في عنوان انت ما تعرفوش ولا عمرك رحته، هتعمل ايه؟ هتطلب منه يبعت لك اللوكيشن. هل وانت مش عارف العنوان عندك فرصة تجود؟ عندك فرصة تجرب طرق مختصرة؟ ولا هتمشي ورا الGPS لحد ما توصل؟ حالة واحدة بس من حقك فيها ما تمشيش ورا العنوان اللي صاحبك اداهولك، انك تكون مش واثق فيه. لو عارف انه بيهزر كتير مثلا، عنده متلازمة رامز جلال وبيحب يعمل مقالب. طب انت حياتك ايه غير رحلة وانت المسافر اللي ما عندكش ابسط المعلومات عن رحلتك؟ لا انت كان عندك علم بميعاد التحرك ولا عندك علم بميعاد الوصول. مين معاه الGPS؟ ربنا. تعرف حد غيره عنده خط السير اللي المفروض تمشي عليه؟ حد غير ربنا يعرف الغيب؟ حد غير ربنا يعرف ايه القرار اللي فيه مصلحتك وايه القرار اللي هيضرك؟ يبقى عشان تخرج بره دايرة المراهنات وما تعيش حياتك كمقامر مش عارف هيكسب ايه وهيخسر ايه، اللي هو ضد فكرة المثالية اصلا، لازم يكون عندك امتثال تام. ربنا هنا قال لك ايه؟ فاستقم كما أمرت، يعني امشي على التعليمات بالحرف، اجتهد واعمل اللي عليك واللي ربنا سبحانه وتعالى قال لك عليه وبس، وملكش دعوة بالنتائج، لأن دي بتاعته هو مش بتاعتك انت.